اهلا وسهلا بالحباب ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. نهار جديد، فيديو جديد معكم ان شاء الله. كي كتشوفوا غنشارك معكم واحد الكيك ديال التفاح اللي غنحتاجو فيه التفاح. بسم الله على بركه الله. عندنا كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب. غنحتاجو 3 ديال البيضات. هنا عندي 2 ديال التفاحات نقيتهم باقا ما قطعتهمش. هنا عندي الطحين على حساب الخليط. غنحتاج فيه 3 ديال الخمارات فانيلا. وغندوزو هنا غنديرو هنا واحد البسبوسه كي كتشوفوا. غنحتاجو فيها حتى كيسان ديال حياتي. عندي كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، واحد الخيزويه محكوكه، القشور ديال الليمونه. غنحتاجو فيها حتى 2 ديال البيضات. عندنا هنايا 2 كيسان ونص ديال السميده بالعبار ديال الكيسان ديال حياتي. عندي حتى هي فانيلا و2 ديال الخمارات. وغندوزو نبداو على بركه الله. بسم الله على بركه الله. عندنا واحد القبيصه ديال الملحه. بسم الله. شوفوا بعد ما طابت الكيكه ديالنا خرجنا من الفران. دابا غندوزو نديرو لها عندنا بالناباج من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كي كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. ياك كنقدموها بالصحه والراحه. هنا كي كتشوفوا غندوزو نخلطوا ديك البسبوسه ديالنا. عندنا شويه ديال الملحه. بسم الله على بركه الله. هنا غندوزو نديرو الزيت بعد ما خلطنا هذيك البيض والسنيده ضاعف الحجم ديالهم. هنا غندوزو نديرو الزيت نقلبوها.
وغنديرو قشور ديال الليمون. هنا غندوزو نديرو ديك الخيزوه. نتوما الا عندكم داك الكاس ديال المورينيكس طحنوا كلشي في الكاس، انا ما عنديش. المهم غادا نديرو غير بهاد، غنطربوه بالطراب. يعني الا عندكم كاس كنطو كلشي في الكاس باش ثاني كيعاود يطحن داك خيزو مزيان. صافي كي كتشوفوا هنا البركه عليها. المهم ديك السميده كنبقاو نزيدو بشويه بشويه حيت السميده باقا كتشرب. واخا تبان لكم بحال كتقول لكم باقا جاريه زعما كنزيدو، لا صافي السميده كتبقى تشرب باش ما تجيكمش ثاني مدقسه بزاف. هنا غندوزو نكبوها في اللاطه. انا كنت غنديرها فيها داك البيكس، واحد البيكس ديال جوج عجاني صغير عليها بزاف. المهم قلت غنديرها فيها هاد اللاطه كي كتشوفوا. بسم الله على بركه الله. صافي هنا كندوزو ندخلوها للفران بعد ما شعلنا يسخن. عندنا جوج ديال الليمونات اللي غادي نعصروهم، غيعطينا واحد الكاس ديال الليمون باش غادي نسقيو به البسبوسه ديالنا. هنا غادي نحتاجو واحد 3 المعالق ديال السنيده اللي غنديرهم مع هاد الليمون وغنردوهم يسخنوا يغليو شويه ونطفيو عليهم. غنديرهم فوق البوطاي يغليو. هنا بعد ما خرجنا البسبوسه ديالنا من الفران كتجي على هذا الشكل هذا، هي باقا سخونه. وهو العصير اللي درنا ديال الليمون درنا مع السكر وغندوزو نسقيوها. نبقاو نكبوه بشويه بشويه حتى تشرب لينا. هنا اللي تزين كندوزو نديرو ليها الكوك الوجه ديالها كي كتشوفوا. ايوا البسبوسه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كي كتشوفوا. زينا الوجيه ديالها بالكوك. ايوا كنقدموها بالصحه والراحه. ايوا ما تنساوناش من اللايكات ديالكم، واللي زار القناه ديالنا اول مره ما ينساش يدير اشتراك باش القناه ديالنا تزيد تكبر. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. كنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.